السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفتنا ايه بقى النهاردة؟ زي ما انتوا شايفين كده، بيتزا. مفيش حد بيكره البيتزا خالص، ولا كبير ولا صغير. النهاردة ان شاء الله بيتزا ايطالي، بسمكها خفيف بس طرية وهشة. مش هتبقى العجينة خالص زي بتاعت الفينو كده ونفشة والكلام ده زي ما انتوا شايفين، لا، طعمها جميل بإذن الله. كده بقى تطلعيها وتحطي ايه صوص بقى عندك. تمام يا حبيب قلبي، والحشوة اللي تعجبك. انا النهاردة عاملاها بحشوة الفراخ. جايبة كده بانيه وقطعته زي الشاورما وشوحته وحشيت بيها. انت اللي انت عايزة بقى الوصف، يعني الحشوة اللي انت عايزاها. بصوا كده، نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. مقادير بسيطة وما فيهاش حاجة خالص، ولا حطي كذا وحطي كذا، لا لا، حاجات بسيطة جدا. اهم حاجة بس تكون المية بتاعتي فترة. انا هتعجنيها على عادي خالص على ايدك عادي، مفيش مشكله، يعني مش شرط العجان. تمام. هنجيب الدقيق ولازم ننخله عشان تبقى العجينه معايا حلوه وطريه وهشه. وشيء اساسي في اي معجنات ان احنا لازم ننخل الدقيق. انا هنا عندي مجين، مش كوبايتين بقى، عندي مجين كبار. المج ده حوالي 250 جرام. انا خدت كوبايتين، يعني بمعادل نص كيلو دقيق. تمام حبيب قلبي. ورحت حطيت عليها معلقه السكر كبيره، واحط عليها كيس الخميره. تمام. وهحط عليها رشه الملح السنه. وعندي هنا كوبايتين ميه فتره. طبعا انا مش هاخد الكوبايتين دول، بس انا محضرهم جنب مني. اقلب كل بقى المكونات الجافه دي يا حبيب قلبي، واروح بيها على العجان عشان ايه نعجن، وانزل الميه تدريجيا سنه سنه كده. طبعا هي اخدت مني المج الميه ده قد ايه؟ 200 جرام او 200 ملي عشان سوائل بقى. 200 ملي. نركز شويه بقى، نركز شويه. ماشي يا حبيب قلبي. انزل بقى الميه تدريجيا كده لغايه ما خدت المج الميه اللي هو عندي 200 ملي. على قد ايه دقيق؟ على نص كيلو دقيق، اللي هو 500 جرام دقيق. بس هتعجنها انت لو بايدك هتتعجن حوالي كده ايه، يعني 10 دقايق كده، ايه، من اول ما هتعجني فيها لغايه ما تبقى معاكي العجينه تفتح معاكي كده، تبقى فاتحه وتحسي قلبت على بياض كده، وتبقى طريه وناعمه. هوريكم برضو لما تخلص شكل العجينه عامل ازاي اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا هي باينه حته صغننه خالص عشان العجان ده بسم الله ما شاء الله بيشيل 3 كيلو يعني، وهي نص كيلو. بصوا اهي تبقى ملزقه معاكي كده شويه عادي، مفيش مشكله خالص. هجيب كيس اغطيها، واي فوطه مطبخ نضيفه اغطي بيها برضو، او اي حته قماشه نضيفه عندي اغطي بيها فوق الكيس البلاستيك. بصوا المج التاني موجود زي ما هو كده بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. احاول بقى ايه افرغ منها الهوا خالص. انا عندي الحشوات عندي اهي. الفراخ، طبعا الفراخ كلنا عارفين احنا يعني بنعملها ازاي. يعني بقى قطعتها وبشوحها بحبة سمن او زيت، ومن غير اي حاجة يعني، وملح وفلفل وبابريكا وكركم وخلاص. هي دي التتبيلة البسيطة. طبعا العجينة قسمتها على قطعتين عشان هعمل بيها صينيتين. تمام. صينية كبيرة وصينية وسط كده بتاعت البيتزا. اقعد بقى افرد فيها كده اهو يا حبيب قلبي اهو. وبالشوكة انغز فيها كتير بقى في جميع انحاء الصينية. ماشي. انت عندك صلصة عندك، ما عندكيش، انا استسهلت الصراحة، كان طعمها جميل بسم الله ما شاء الله برضو. وجبت كاتشب ودهنت بيها وش العجينة عادي خالص، احنا في الصيف. الواحد يعني مش هيعذب نفسه يعني. تمام. إيه يعني انا يعني جبتلك يعني الوصفة ابسط حاجة والله. غير بقى يعني ايه ان انا اعمل صلصة وريحان انت عايز تعمليها اعمليها، مفيش مشكلة. حطيت الفراخ اللي هي اللي عندي، شرايح الفراخ، ونزلت عليه بطماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وزيتون، وحطيت جبنة رومي وشيدر، وعلى الوش خالص الجبنة موزاريلا. طبعا انا مسخنة الفرن قبليها. ماشي يا حبيب قلبي. برضو على درجة حرارة 180. في الرف الاوسط اللي هو ايه 100، اللي هو الشبكة في الفرن كده.
اللي عملناه في الصينية الاولانية هنعمله في الصينية التانية. انت طبعا عايزة تحشيها اي حشوة تانية مفيش مشكلة. يعني مثلا عايزة عندك حشوتين، عايزة تعملي واحدة مثلا بالفراخ، واحدة بالبسطرمة، واحدة بالجبن بس، واحدة بالخضار، اللي يريحك. بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة جدا جدا، هتعجبك وهتعجب اولادك، حلوة قوي. تتعشوا بيها، خرافة، تحفة معنى الكلمة. بإذن الله. كده بحط بقى ايه جبن. هي الصينية دي مش عايزة تحط عليها جبنة شيدر ورومي، عايزة موزاريلا بس. بصوا يعني كل واحد واختياراته. تمام. ادخلها برضو التانية تطلع، ادخل دي. بصوا بقى طالعة جميلة بسم الله ما شاء الله. بأكد على الحواف بين الجناب كده عشان لما اطلع البيتزا ما تمسكش معايا. طب انا صحيح نسيت اقول لكم حاجة، ان الصينية بدهنها زيت. تمام. لازم تدهنيها زيت، ما تسيبهاش من غير زيت عشان ما تلزقش معاكي. كده بقطعها بقى على 8 قطع كده يا حبيب قلبي، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، فبتطلع معايا مثلثات. تعالوا بقى نشوف كده زي برضو ما احنا شفنا في اول الفيديو. اهي بصوا، بسم الله ما شاء الله. هي بس عشان سخنة فانا مش عارفة اتحكم فيها ولا امسك فيها، فاهميني؟ طبعا ما تنسيش يا حبيبة قلبي في اللايك وشير وكومنت حلو منك، تشجيع منك ليا. بشكر كل اللي بيتفرجولي من جميع انحاء العالم. طبعا من تونس والجزائر والمغرب والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية، يعني على راسي كلكم فوق. يا رب وصفاتي تكون عجبتكم. بصوا يا حبيب قلبي، بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. اي بقى صوصات عندك بقى، كان هنا جاي في صوص الباربيكيو والكاتشب، ولكل واحد بقى عايز بقى في صوص كده بتاع برجر حطوه برضو، مع علاقة هذا بهذا، ولكن هذه أذواق. بس وخلاص. ولو ما تنسوش في اللايك.